السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عايزين نعمل كده أكلة مغذية حلوة. دي لحمة راس، أنا بوصي الراجل يبيعلي كده حتة حلوة. دول حوالي كيلو ونص. وبقطعها كويس وبغسلها كويس وبحطها على المية بتاعتها كده. خدت غلوة ورحت رميها كلها. على فكرة الريم ده مش بيبقى حاجة مضرة ولا حاجة، ده بتبقى حاجة كده مش عارفة اسمها ايه، عادي انها تطلع من اللحمة، بس برضو للأمان أكتر. غيرتها وعملت مية تانية جديدة عليها. التوابل بقى بتاعتنا عود قرفة، حبهان، أي توابل عندك، فلفل أسمر صحيح. آه، مثلا حطيت ايه تاني، كان في عندي ورق اللي هو الأحمر الورد ده بتاع الشوربة، مع ورق لوري، يعني الموجود تحطيه. أهم حاجة أساسية الحبهان والفلفل الأسمر وكده، يعني ده يتحط عليها وبعدين حطيتها في الحلة دي عشان تتعمل بسرعة مع بصلاية وجزر وطماطم زي ما شفتوا كده. هنا برضو عملت الثوم الأول بعد ما اصفر شوية كده، من قبل حتى ما يعني ما يتحمرش، وعليها البصلة. ودي توابل: فلفل أسمر، كمون، كزبرة، جنزبيل، كبة صيني، بهارات اللي هي 7 بهارات. وأقلبها بقى كده مع البصلة وتدي طعم وريحة حلوة كده، يعني تشميمي الجيران بقى، يعني لو ان حرام الكلام ده، بس بجد بتخلي ريحتها. يعني لحمة الراس الحاجات دي تديها توابل حلو، ومش توابل كتيرة يبقى بناكل توابل، لا، ضروري طعم الخضار يبان، طعم اللحمة يبان، هو ده الظبطة بتاعتها. الفاصوليا والبسلة دول كانوا متفرزين في التلاجة. اما تطلعي خضار متفرز تحطيه كده مجمد على طول، ما تسيبيهوش يدبل. جزر وبطاطس تتقطع كده حتت كبيرة عشان ما تتهريش، ويتقلب كل ده بقى. لازم ياخد طعم ال التوابل والبصل. ده حبة ملح هيمالايا ولا مش عارفة اسمه ايه، يعني بصراحة الملح الطبيعي الملون نوع حلو يعني، كان عندي حطيتها عليه. ده شفشق طماطم صغير مش كبير. دي الطماطم المفروض مسلوقة ومضروبة، بتبقى كأنها متسبكة، ما نضطرش نسبكها قوي علشان ما تقصرش ونرجع نزود بمية لما نيجي نطبخ. لا، هي كده بتبقى مظبوطة. تزودي حاجة بسيطة، الزيادة الطبيعية للأكل. هنا يا دوبك تغلي، ابتدي بقى احط مثلا عندك فلفل، ليمونة. انا ليه بزود التوابل والحاجات دي؟ عشان طعم اللحمة يبقى حلو، اللي هو عشان يغطي على ايه، انها ما تبقاش مختلفة عن طعم اللحمة الكندوز او البتلو، اللحمة العادية يعني. شوفي هنا بعد ما استلقت الشوربة بتاعتها تحفة، تيجي تشربي منها كوباية تحسي كده انها بترويكي. هي استوت شوية، فانا لو حطيتها في الطاجن هتتهري. فتعملي ايه بقى لما تستوي شوية منك؟ هحط الخضار الاول وبعدين هي خليها على الوش. على ما هو يستوي تكون هي خدت تحميرة، ما تلحقش تغلي مع الخضار. يعني اللي هو لما تغلطي في الاكل ازاي تصلحيه. وانا عندي في الاكل حاجات كتيرة ممكن تبوظ منك، حاجة تنسيها، عندي باذن الله الطريقة اللي تخليكي تلحقي الاكل وتصلحيه. احدق لي علاج الرز، ميته قليلة طلع جزء ني وجزء مستوي، اقولك ازاي تظبطيه ويستوي كله زي بعضه. طب عجن منك ازاي تلحقيه وتخليه بقى مفلفل؟ طبعا هتقولي بتشفطي المية، لا، ما هو بتبقى اساسا اتعجن. فهقول لكم دايما، بس انتوا تابعوني، اشتركوا عندي وشرفوني. احنا دخلنا الطاجن بتاعنا الفرن وخليت اللحمة على الوش، وكانت بسم الله ما شاء الله ريحته وطعمه جميل جدا. يا رب الأكلة دي تعجبكم بجد، جربوها. الناس المفروض الأيام دي بتدور على الأكل اللي على قد الإيد شوية. ربنا يرزق الناس كلها ويوسع على كل من كان. كل سنة وانتوا طيبين. كنت عاملة ممبار علشان يعني تبقى حاجة حلويات.
وبجد كانت اكله حلوه، جنب بقى رز ابيض، رز بشعريه. رجعت لكم تاني بعد صوت الاذان نكمل معاكم عشان نخلص الفيديو بتاعنا. ده ممبار بجد طعمه كان تحفه، وخلطه كانت باقي حاجات عندي وطلع جميل قوي. وده الترشي اللي عملته معاكم. من فضلكم اعملوا لايك واشتراك وشرفوني، فعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يبلغنا رمضان يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.